بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قناة البيت الدافي. النهاردة إن شاء الله الروتين بتاعنا حلو جدا. روتين كل الستات المصرية ساعة الفطار، وقبل الفطار بشوية كده العصر جدا، وقبل العصر ندخل نشوف احنا هنجهز ايه للفطار بتاعنا. طبعا الزبادي أنا كنت عاملاه من بالليل، إن شاء الله هنزل لكم الطريقة برضو بإذن الله في روتين تاني. بس انا ملحقتش ان انا اصورها، يعني بصراحه كنت عاملاها عشان عايزاها تبرد بسرعه. المهم جبت البلح بتاعنا، انا بعمل شويه بلح صغيرين وشويه مشمشيه برضو صغيرين، كل حاجه لوحدها كده. في ما بحطهمش على بعض يعني. المهم بليت البلح وحطيت عليه التين، وحطيت عليه كمان القراصية، ونقعتهم بقى مع بعض كده لحد ما اللبن يغلي. وبعد كده هحط عليهم اللبن بتاعنا بقى ان شاء الله عشان يبقى بلح باللبن كده جميل. الكوبايه منه بصراحه احسن حاجه في الفطار، يعني احسن حاجه تفطري بيها بصراحه على الفطار بتاعنا. تعالي بقى نخش على المشمشية كمان. عندي برضو ولادي مش بياكلوا البلح خالص الا اذا كان التمر ناشف كده بس، مبلول لا، مش بياكلوه مبلول. خدت منه كمان حوالي غطا كده برضو من المشمشية دي، انا كنت مقطعاها قبل رمضان. وهحط عليها برضو شوية المية وهننقعها وهنجهزها بقى كمان كده. يبقى كده خلاص خلصنا من بند الايه، المشمشية والحاجات اللي هي بتاعت ساعة الفطار دي. بعد كده هنبقى نعمل عصير المانجا بقى مع بعضنا كده بس لما نخلص الفطار بتاعنا. النهارده عندنا فطار حلو جدا. آه، هنعمل خلطة محشي، بس هنعمل مش هنحشي كرنب ولا ورق عنب ولا حاجة من دي. هنحشي النهاردة ممبار. هنعمل صينية جلاش، هنعمل فراخ في الفرن. هنعمل كمان ان شاء الله باذن الله كده سلطات وحبه حاجات كده معانا النهارده في الفطار. يلا بينا بقى نخش مع بعضنا كده على التفاصيل بتاعه الفطار بتاعنا الحلو ده علشان نلحق نخلص بدري بدري. المهم بس هشيل الزبادي، اغطي على الحاجه بتاعتنا ديت واسيبها كده تتنقع، واشيل الزبادي احطها بقى بره. وتعالوا نخش معانا على الفطار بتاعنا. اول حاجه جبتها، جبت البصل، وانا بحب اخلط البصل كده على ايدي بتاعه المحاشي بالذات. بتدي تسكيره، بتدي طعم حلو في المحشي. خرطت البصلايه بتاعتنا كده، ما بحبهاش ناعمه قوي في الكبه بصراحه. ده بصل على قد تسبيكه المحشي والايه، تسبيكه المحشي بس يعني. خرطت البصله بتاعتنا بقى كده كام واحده كده حلوين، تعمليهم بتبقى حلوه معاكي قوي. يعني بتنجز معاكي في الممبار بالذات والمحاشي وكده، بيبقى طعمها فيها تسكيره كده حلوه. عكس ما تكوني انت عامله البصل في الكبه او في المفرمه يعني. بتبقى البصله ناعمه وتحسيها كده مفيش فيها التسكيره بتاعه البصل الحلوه دي، لا مش موجوده. الطريقه دي حلوه جدا سواء بقى محشي كرنب سواء اي نوع محاشي بعمله. بحب ان انا اخرط البصله كده. جربيها ومش هتندمي، هتحسي بفرق جامد في المحشي بتاعك وطعمه وريحته وكل حاجه. قطعت بقى البصلايه بتاعتي كلها كده كام واحده حلوين كده. والممبار طبعا كان عندي في الفريزر، طلعته وغسلته ونضفته. وهناخد بقى نعمل التسبيكه بتاعتنا. حطيت البصله بتاعتنا على البوتاجاز، وحطيت لها شويه زيت تسبك مع نفسها كده، تتحمر مع نفسها. انا مش عايزه البصله بتاعتي تكون لونها غامق، انا عايزه البصله برضو تكون دبلانه كده. وهنقوم نازلين عليها بالصلصه على طول اللي احنا عاملينها قبل رمضان. طبعا الحاجات اللي احنا بنعملها قبل رمضان ديت بتساعدنا قوي قوي بصراحه في اليوم، بتنجز اليوم. يعني انت لو دخلتي بعد العصر بشويه، يعني صليت العصر ودخلتي على المطبخ عندك، تقدري تعملي الفطار بتاعك بسرعه، مش هياخد معاكي وقت. بس الحمد لله أنا الحاجات اللي عندي قربت تخلص، فبدات ان انا عايزه اعمل تاني سمبوسه وعينها. هجي كده في يوم بالليل وانا نجهز الحاجات دي برضو. عايزه اعمل سمبوسه، عايزه اعصج لحمه برضو. يعني اللي كنت عاملاها برضو قبل رمضان خلاص الحمد لله خلصت. اهي جبت كمان لحمه وعصجها كمان علشان صينيه الجلاش بتاعتنا. كل حاجه مع بعضها على نار واحده على طول، تشغلي كل عين شويه هتشتغلي كله وتنجزي حاجتك كلها مره واحده. سبت بقى اللحمه على النار كده ونزلت عليها بالبصله وخلطت لها كمان فلفلايه، وهسيبها تتسبك مع نفسها بقى كده وتتعصج مع نفسها، هي والتسبيكه بتاعه المحشي كمان اهي. كله على النار ما شاء الله، في ثواني في ثواني بتخلصي حاجتك على طول ان شاء الله يعني. حطيت لها بقى التوابل بتاعتها، فلفل اسمر وبهارات لحمه، وحطيت لها كمان 7 بهارات، وهسيبها بقى تتسبك مع بعضها كده. انت حابه بقى تزودي لها بشره طماطميه براحتك، مش حابه خلاص مفيش مشكله كده حلوه قوي. هسيبها بقى تتسبك مع نفسها، تتعصج مع نفسها على النار كده. وهروح اشوف انا هعمل ايه تاني. طبعا كل حاجه بتعمليها آه، بتنجزي مع نفسك شويه، حابه بتخلصي على طول اول باول على طول.
لحد ما التسبيكة تتسبك، شوفي حاجة تانية وراها على طول تلاقي نفسك انجزت وخلاص. هي بتبقى ساعة العصر دي بصراحة لو انت مش مجهزة حاجات عندك ومظبطة امورك بتبقى صعبة بصراحة، لان بتبقى انت عايز تعملي كذا حاجة، وفي رمضان محدش بياكل اكل بايت، كل عايز ياكل الاكل طازة كده بطازة كل يوم، الله المستعان. هسيب اللحمة بتاعتنا بقى تتعصج، وتعالي بقى كمان نعمل مع بعض تتبيلة الفراخ. التتبيلة دي حلوة جدا للمشويات، ده جزء من البصلة كمان اللي انا كنت عاملاها للجلاش يعني، او لتعصيجة اللحمة. خدت منها جزء حطيت معاها فصين توم وطماطمايه وفلفلاية حراقة، وفلفلاية كمان من اللي هو الفلفل الرومي العادي دوت، وقمت ايه وحاطه معاهم كمان شوية دبس رمان، وشويه من صوص الباربيكيو، حبه من دول وحبه من دول كده، وهنفرم كله في الكبه. ونحط تنسيش الملح الفلفل الاسمر بقى، الحاجات الحلوه بتاعه الفراخ دي. عندك توابل فراخ حطي، ما عندكيش كده حلو قوي كفايه، هتقومي فرمه ده كله مع بعضه. وما تنسيش الليمون، الليمون بيدي طعم حلو جدا في الفراخ المشويه بالذات، بصراحه بيخلي طعمها روعه. هاخد بقى كل المكونات دي مع بعضها كده وهفرمها. بحط كمان الفلفل الاسمر، وبالذات لما تكون بقى كمان التوابل بتاعتك تكون طازه، وتكون انت طحناها عندك في البيت، بتدي ريحه روعه، ريحه تحفه بصراحه. انا عن نفسي مش بحب التوابل اللي ما بتيجي مطحونه جاهزه دي، بتبقى ولا اكنها فيها ريحه ولا فيها طعم، انما لما بتجيبيها وتعمليها عندك في البيت بيكون طعمها وريحتها جميله جدا. فرمت بقى المكونات كلها بتاعه الفراخ المشويه بقى اللي احنا هنتبلها مع بعض وهنعملها في الصينيه. حابه تعمليها على الشوايه براحتك، مش حابه خلاص مفيش مشكله. خدت بقى كل التتبيله دي كلها ونزلت بيها على الفراخ كده، وتبلي بقى الفراخ بتاعتك وسيبيها تعيش مع نفسها كده شويه. مش حابه برضو مستعجله عليها مفيش مشكله، سيبي الفراخ بس ايه على ما تجهزي امورك كده وتظبطي الدنيا، تقومي حاطه الفراخ بتاعتك في الصينيه هتستوي وهتبقى تحفه جدا. قلبت بقى كل مكونات الفراخ مع بعضها. طبعا انا مش لابسه جوانتي ولا حاجه يا جماعه، ده اكل بيتنا واحنا اللي بنعمله بايدينا، واحنا عارفين الحاجات دي مغسوله ازاي ومتظبطه ازاي. قلبت بقى كل المكونات مع بعضها كده، وهسيب الفراخ بتاعتي شويه لحد ما اجيب الصينيه واظبط الفرن واقوم ايه ونشوف احنا هنعمل ايه. جبت بقى الصينيه بتاعتنا كده، هرص فيها الفراخ والتتبيله اللي هطفيت كمان مش هرميها، احطها على الفراخ تستوي مع نفسها كده. لو انت بقى حابه تعمليها على الشبكه بتبقى جميله برضو وطعمها حلو. حطي الشبكه بتاعتك وحطي على الصينيه حطي الشبكه على الصينيه، وحطي في الصينيه شويه ميه بحيث ان اللي ينزل من الفراخ ينزل على الميه ديت، ما تبهدلكيش الفرن ولا حاجه يعني. ان شاء الله هعملها معاكم باذن الله الفيديو اللي جاي، برضو هنعمل فراخ مشويه على الشوايه بتاعه الفرن عادي، وهتطلع اكنها مشويه بره، وهنعمل لها فحم وهنظبط الدنيا اكنك شويه فراخ بره. ان شاء الله باذن الله هنظبط الصينيه دي مع بعض باذن الله. خدت بقى المكونات دي كلها على بعضها كده، وهحط بقى الفراخ بتاعتي في الفرن، وهنشوف هنعمل ايه تاني. اول ما الحاجه بتتحط في الفرن كده خلاص الشغل قربت تخلصيه. تعالي بقى نحشي الممبار بتاعنا. طبعا انا خرطت الخضره بتاعه المحشي، البقدونس والكزبره والشبت، وقلبت كل المكونات على بعضها. في ناس مش بتحط بقدونس للمحشي، بس انا بحب بصراحه ان انا اكتر الخضره وكده، فبحط شبت وكزبره وبقدونس. وايه بدات ان انا احشي الممبار بتاعنا. الممبار ما تمليهوش على الاخر. اما تيجي تنزليه والميه بتاعتك تكون سخنه وبتغلي. لازم يكون مغسول ومتنضف كويس، ده طبعا قبل اي حاجه، ومنقوع بالملح وبالليمون وبالدقيق. كل ده يعني لازم عشان تاكلي الممبار وتبقي يعني تحبي تاكليه اصلا يعني. نبدأ بقى ان انا احشي الممبار بتاعنا. في ناس بتحشيه بالقمع، بس انا بصراحة ما جربتهاش، بس ان شاء الله هجربها واشوف الطريقة دي شكلها ايه. انما انا بحشيه عادي، بمسكها بايدي كده، وبايدي التانية بلم الرز وبدخله في قلب الممبار. ما شاء الله بيطلع حلو جدا. وبططي الممبار في ايدك، ما تملوش على الاخر عشان ما يفرقعش منك. مش بحب اعمله صغير بصراحة، علشان يعني ما يهدرش معايا وكده. لا هو اما تبقى الممبارية كبيرة كده وطويلة بتبقى حلوة برضو، وسط يعني، لا كده ولا كده. حشيت بقى الممبار بتاعنا كله، وتكي على الممبارة كده، ما تخليهاش مليانة قوي علشان ما تفكش منك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله.
خلصت بقى الممبار بتاعنا كله كده وبدأت ان انا احشيه. وطبعا وانتي بتحشي حطي حلة مية سخنة على النار علشان تنجز معاكي الوقت، تخلصي على طول. اللي تحشيه على طول تقومي مجمعة كده ومنزلة مسقطة في الحلة، هيطلع معاكي زي الفل. ادي المية السخنة بتاعتنا اهي. هبدأ انزل بقى بالممبار بتاعنا كده والمية تكون سخنة وبتغلي. انا ما حطيتش في المية اي حاجة، انت حابة تحطي بقى جزر، تحطي بصل، تحطي ورق لورا. انا حطيت ورق لورا بس، وحطيت ملح وفلفل اسمر كمان مع المية، بس اما بدأ يغلي شوية يعني. ما حطيتش الملح في الاول، واصلا ما خدش سوا، ما شاء الله كان جميل. آه، ما خدش معايا وقت والله، ما شاء الله، بألف هنا وشفا لكل اللي كلوا. كانت بصراحة الفطار كان يستاهل بقكم، يا ريت كلكم كنتوا معايا. هغطي بقى على الممبار بتاعنا كده وهسيبه. طبعا هو كده والله لو قلتلك ان هو ما نزلش معلقتين رز في الميه، يبقى انا والله هم معلقتين بس يعتبروا اللي نزلوا في الميه. ادي صينيه الجلاش بتاعتنا كمان ظبطتها. انا بعمله برضو بطريقه سهله وبسيطه، برص جزء من الجلاش تحت وجزء تاني فوق. وده كان الفطار بتاعنا النهارده. كانوا بصراحه بيخطفوا الممبار من بعض. ما شاء الله، بألف هنا وشفا